يا نهار ابيض على الجمال، سمعتوا صوت المزيكا اللي في الاول ده؟ العدس اوعي تسلقيه، وبطشة البصل يلا دلعيه. النهارده هقول لكم على تريكات حصري لاول مره تعرفيها عن شوربه العدس، شوربه الدفا، شوربه الجمال، شوربه الذهب الاصفر. عايزاكم كلكم تجربوها بالطريقه دي. يلا نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد رسول الله. وانزلوا صلوا على النبي في الكومنتات، نكسب اجر انا وانتم، ونسمم بسم الله ونشوف هنعملها ازاي. معايا حلة على النار، نزلت فيها بمعلقة سمنة حلوة كده، يا سلام لو عندك سمنة بلدي. وكمان نزلت بأربع طماطمات وبصلتين كبار متقطعين مكعبات زي ما شايفين، وثلاث جزرات كبار متقطعين مكعبات. وهشوحهم بقى تشويحة حلوة قوي لحد ما الطماطم عندي تتهري كده مع الجزر والبصل وتنزل لونها الأحمر. بعد كده هنزل بكوبايتين من العدس غسلينهم كويس جدا جدا تحت المية الجارية كده لحد ما تلاقوا مية العدس بقت بيضة وشفافة وزي الفل. بصفيه كويس جدا، وبعد كده بشوحه مع البصل والجزر والطماطم، اديله تشويحة حلوة كده. وبعد كده هننزل بمعلقة كبيرة من التوم المهروس، ويا سلام بقى لو التوم يكون فريش، بيدي طعم حلو قوي ونكهة احلى من التوم اللي بيكون متفرز. وهقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. تقدروا تستخدموا نص كمية العدس، انا هنا مستخدمة كوبايتين، تقدروا انتوا تستخدموا كوباية واحدة بس. بعد ما قلبناها بقى تقليبة حلوة، هننزل بالمية السخنة بتاعتنا، وخلوا كمية المية تكون مناسبة مع كمية العدس علشان خاطر ما يطلعش معانا خفيف. احنا عايزين القوام بتاعه يبقى متماسك كده، يعني مش سميك قوي ولا خفيف قوي، هي شوربة متماسكة شوية. طبعا مش عايزة اقول لكم بقى الجو دلوقتي برد، ومفيش احلى من طبق شوربة عدس كده يدفي. وكمان شوربة العدس مفيدة جدا جدا، في فيتامينات كتير ومغذي جدا. هنزل بقى بالتوابل، عبارة عن كيس مرق الدجاج فورية وده اختياري، وملح وكمون وفلفل اسود وكزبرة ناشفة، وبس كده مش اكتر من كده. يعني لو حابين بقى يبقى سبايسي هتحطوا شطة. الفلفل الاسود والكزبرة نص معلقة صغيرة، اما الكمون معلقة، والملح معلقة كبيرة، وكيس مرقة الدجاج الفورية ده اختياري براحتكم. بعد ما بيغلي بنشيل كده اي ريم من على الوش علشان خاطر الشوربة بتاعتنا تطلع صافية وجميلة وفي منتهى الجمال. بهدي النار بقى وبغطي عليها، بس خدوا بالكم خلوا الغطا موارب علشان خاطر ما تفرش وتبهدل البوتاجاز. بعد كده بقى معايا عيش زي ما انتوا عايزين، عيش بلدي اللي هو بالردة بتاعنا ده، او عيش شامي بقطعه كده وبحطه في الفرن من غير اي مادة دهنية، بديله تحميصة كده من غير اي مادة دهنية. ومعايا بقى بصلاية حجمها وسط كده حلو، بقطعها مكعبات صغيرة. عايزاكم بقى تنسوا اي طريقة لشوربة العدس وجربوها بالطريقة والتكنيك والخطوات اللي احنا ماشيين عليها دي، هتعجبكم جدا جدا. البصل مع العدس بيسكروا، فاحنا عملنا لها البصلاية دي علشان هنعمل بيها طشة للعدس. في ناس بتعملها بالثوم بس تجربوها كده بالبصل، خطيرة هتعجبكم جدا. بعد بقى ما البصل بتاعي استوى، واعرف ان هو استوى منين؟ من الجزر، عشان هو بيكون اكتر حاجة بتاخد سوا. بعد كده بقى لو عندنا الهاند بلندر بنضربها بيها وهي سخنة مفيش مشكلة، لكن لو هتضربيها في شفشق الخلاط لازم نستنى ان العدس يبرد خالص عشان الشفشق بتاع الخلاط ما يبص لا قدر الله. بعد ما ضربناها حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، الشوربة طالعة كده قوامها مناسب، اللون في منتهى الجمال. بنزل بقى برشة من الملح بسيطة ورشة من الكمون، بس كده مش عايزة اكتر من كده. ولو تلاحظوا احنا لا حطينا بطاطس ولا حطينا كوسة ولا الكلام ده خالص. طبعا تقدري تضيفيهم في الاول مع البصل ومع الجزر ومع الطماطم والعدس بيتسلق،
بس احنا عايزين نحس ان احنا بنشرب شوربة عدس، يعني من غير بطاطس، من غير كوسة، مش محتاجين الكلام ده. بعد كده بقى بجيب طاسة على النار، وبنزل بمعلقة من السمنة والبصلاية اللي احنا قطعناها مكعبات صغيرة، وابدأ بقى اشوح البصلاية كويس جدا لحد ما تاخد معايا لون ذهبي. طول الوقت بنقلب في البصلاية علشان خاطر كلها تاخد لون واحد ويطلع لونها جولد كده وفي منتهى الجمال. اوعوا تكونوا بقى لسه ما حطيتوش لايك ولا صليتوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الكومنتات. طب يلا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، ناخد اجر انا وانتم، ده اللي هيشفع فيا وفيكم يا ولاد الحلال. الصلاة على النبي بركة طول الوقت، مش واحنا بنعمل الاكل بس، طول الوقت صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هتلاقوا حياتكم بقت جميلة فعلا وفيها بركة كتير. شوحنا البصلاية وبعد كده نزلت بمعلقة من الثوم، اديتها بس كده تشويحة خفيفة. اول ما طلعت ريحتها نزلنا بالطشة الخطيرة دي، سامعين، على العدس بتاعنا. مش عايزة اقول لكم التركة بتاعت البصلاية دي مع الثوم بتدي طعم للعدس في منتهى الجمال. شايفين بقى الشوربة وقوامها، مش عايزة اقول لكم بقى ريحتها كانت حرفيا قلب العمارة، حاجة كده خطيرة. جربوها هتعجبكم جدا. هنقدمها بقى في الأطباق بتاعتنا. حطيت العدس وبعد كده نزلت كده برشة من الشطة وكمان العيش المحمص. خطيرة يا جماعة، خطيرة. طبعا لو حابين ان انتوا تعملوها بشعرية تقدروا تحمروا حبة شعرية في طاسة بره كده وتنزلوا بيها في الشوربة وتدوها غلوة، وبعد كده بتطفوا عليها وتسيبوا الشعرية تكمل سواها على البخار. مش عايزة اقول لكم بقى بجد طبق في منتهى الجمال، احلى من الفراخ، احلى من اللحمة. عايزاكم تقوموا تجربوها دلوقتي، هتعجبكم جدا جدا. مع بقى العيش المحمص طعمها خطير. كمان كنت مخلله لف فحطيت طبق كده بقى جنبي الطبق الخطير بتاع شوربة العدس. وعايزة اقول لكم كمان ان هي تنفع جدا للناس اللي بتعمل دايت، بس مش هتحطوا السمنة، يعني تقدروا تعملوها، تنفع أكلة حلوة جدا للدايت ومغذية ومشبعة وفي منتهى الجمال. جربوها هتعجبكم جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله استنوني بقى في وصفات حلوة جاية كتيرة جدا. واكتبولي في الكومنتات إيه التركات اللي بتعملوها في شوربة العدس، وايه الوصفات اللي حابين نعملها مع بعض الأيام الجاية. ربنا يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لأصحابكم عشان يستفيدوا معانا بالوصفة القمر دي. أسيبكم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.